ميزانية 950 جنيه في الأسبوع، فطار وغدا وعشاء ومنظفات، وكمان هقول لكم المنيو، وكمان هوريكم المشتريات بالأسعار. وقبل ما نبدأ، يا رب كل اللي يحط لايك يزور بيت الله الحرام، وربنا يحقق له كل اللي هو بيتمناه. أول حاجة هقول لكم على المنيو الأسبوعي اللي أنا عاملاه الأسبوع ده، يعني دي ميزانية واقعية، دي ميزانيتي أنا، فهقول لكم بكل صدق وكل الأسعار زي ما أنا جايباها. المنيو ايه بقى؟ اول يوم بسله بجزر طبيخ يعني، ورز بالشعريه وفراخ. تاني يوم محشي مشكل بتنجان وفلفل وكوسه. تالت يوم مكرونه بصلصه وبطاطس محمره وبتنجان مقلي. رابع يوم قلقاس ورز ابيض. خامس يوم كشري مخلط اللي هو الكشري المصري ده. سادس يوم صينيه بطاطس بالصلصه زائد رز بالشعريه. سابع يوم هنعمل صينية بيض اللي هي التركي دي، عملتها معاكم قبل كده كتير، وبابا غنوج وبطاطس محمرة. ده المنيو الاقتصادي بتاعنا، هي ميزانية اقتصادية على الآخر يعني. انتوا شايفين الأسعار غالية ازاي، فالميزانية دي ميزانية اقتصادية. يوم واحد بس فراخ في الأسبوع، فتعالوا نشوف بناء على المنيو ده ايه المشتريات اللي انا جبتها ب 950 جنيه. وكده يبقى الميزانية بتاعتنا 950 جنيه في الأسبوع، فطار وغدا وعشاء ومنظفات. ميزانية اقتصادية جدا، مرة واحدة بس فراخ في الأسبوع. فربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا كلنا، وربنا يفرجها علينا ويجعلها سنة سعيدة علينا يا رب. ما تنسوش بقى اللايك الحلو بتاعكم، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، تقولوا لي انتوا بتمشوا الميزانية بتاعتكم ازاي، ولو في حد محتاج ميزانية يكتب لي في الكومنتات وانا هعملها لكم على طول. ما تنسوش تشتركوا في قناة الوصفات عشان تشوفوا كل الوصفات اللي انا بقولها معاكم في القناة دي. واشوفكم على خير يا رب، وباي باي.